دلوقتي هنعمل الرز الصيادية بالطريقة الأصلية بتاعت زمان. حطيت شوية زيت وبصلة كبيرة متقطعة، وهنحمر البصلة كويس جدا لغاية ما توصل لآخر درجة في اللون البني، لكن ما تسيبهاش توصل للون الأسود عشان ما تتحرقش وتمرر منك. وهنزل عليها بنص كوباية مية واسيبها تغلي كويس جدا عشان ناخد كل اللون اللي في البصلة. رز الصيادية بالطريقة الأصلية ما بتحطش فيه سكر، درجة لون البصل هو اللي بيفرق في لون الرز. والبهارات الأساسية للرز ملح وكمون ورشة فلفل ورشة كزبرة ورشة توم باودر أو معلقة صغيرة من تتبيلة السمك. وبحب أحط شوية شطة بس ده اختياري، وممكن كمان رشة قرفة وفص حبهان واحد، دول اختياري. وطماطمية صغيرة مبشورة أو معلقة صغيرة صلصة. وهنزل عليهم بكوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس، ولكل كوباية رز كوباية من المية السخنة، وهغطي على الرز لغاية ما يشرب ميته. وأكيد لاحظتوا إن أنا لسه ما حطيتش الجمبري في الرز، لأن احنا في المحافظات الساحلية بنعمل الرز بالجمبري الصغير ده زي اللي بنعمل بيه الكفتة. لو كنت حطيته من الأول كان هينشف جدا ويجلد ومش هيبان في الرز خالص، لكن لو هتعملي بجمبري كبير ممكن عادي تحطيه من الأول. أنا حطيت الجمبري في طاسة سخنة من غير أي مادة دهنية، مجرد بس أنشف ميته ولونه يتغير. وبعد ما الرز شرب ميته هحط عليه الجمبري وهدي النار خالص عشان يكمل تسوية، وبس كده هيطلع معاكي أحلى رز صيادية بالجمبري، مفلفل ولونه حلو وطعمه وريحته تحفة. والجمبري زي ما انت شايفة ظاهر في الرز ولسه طري، ما جلتش ولا نشف. جربوا رز الجمبري الصيادية بالطريقة دي هيعجبكم جدا.